السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. معكم أمينة حناش. اليوم جيت ندير معكم وصفة البنيون. على بالي بلي كامل شاطرين وكامل ديروا البنيون بطريقتكم الخاصة. أنا حبيت نشاركها معكم باسكو دي فوا نديروا مكونات زيادة ودي فوا نديروا عفايس يزيدولنا في البنه، دي فوا نديروا عفايس يزيدولنا في القرمشه. دونك تبعوا معايا لا فيديو راح نوريكم مكون يزيد لكم في البنه والقرمشه. للوصفه تاعي نسحق كيله تاع قفريط رحيتو، كيله تاع الكاطو رحيتو تانيك، عندي نص كيله تاع لوز او كاوكاو او اي مكسرات تفضلوهم ريحتهم مليح، وهاد لي سبرينكلز هما سر القرمشه وسر البنه تاع البنيون. زدت معاهم نص كيله تاع حلوه الترك ورشه تاع الملح، وخلطت كامل المكونات مع بعض. زدت عليهم 2 مغارف كبار دايبين تاع لا مارغارين او زبده، وتخلطوا كامل حتى تدخل لا مارغارين بيان في المكونات كامل. من بعد بديت نطمهم بشوكولا تارتيني كنت ذوبتها، وبديت نطم كامل هذوك المكونات. وكما شفتوا درت لي سبرينكلز راح يزيدوا لي في واحد القرمشه، والقرمشه تاعهم راح تقعد مده طويله. دونك نكمل طمها كامل بالشيكولا حتى نتحصل على هذا الخليط اللي يكون طري. الا كان ناشف غير زيدوا له شوكولا حتى تحصلوا على خليط يكون طري باش يجيكم البنيون تاعكم بنين. انا استعنت بهذا المول تاع سيليكون وبديت نشكل البنيون تاعي. تحبوا ديروه برك دوائر وتقلاصيوهم، بصح الكلاصاج تاع المول راح يكون افضل وراح يكون شباب بالبزاف. دونك انا فاصونيتهم كامل في المول ديالي وديتهم للمجمد، خليتهم مده ربع ساعه قسمه حكموا لي روحتيهم، وديموليت البنيون ديالي. من بعد ما ديموليتو رحت نقلاصيه دوب شوكولا لا سافور. انا اخترت ندير شوكولا اولي. شوفوا كيما راكم تشوفوا هنايا من بعد ما ذوبتها لا بريونس راهي ما شاء الله، مام القوام تاعها بلا ما نزيد له حتى حاجه. راهو الله يبارك. تحبوا تزيدوا لها 2 مغارف تاع الزيت زيدوا لها، راح تمشي لكم اكثر الا كلاصيتو بلا المول، بصح انا هنا راح نكلاصي بالمول. كما راكم تشوفوا راني نعمر شويه تاع شوكولا ونابوي بهذيك الحبه تاع البنيون تاعي، راح يخرج لي الكلاصاج روعه. راح يخرج لكم من فيني الشباب ولا بريونس واو، يعني ما نحكي لكمش ما شاء الله. كما شفتوني هنا كملتهم كاع بنفس الطريقه. من بعد دخلتهم للمجمد، قعدوا 3 دقائق. قسمه جمدت لي برك شوكولا مده 3 دقائق راح تكون كافيه. ديموليتهم كامل ورحت للتزيين خيرت نزين باللوز. واش درت؟ سخنت شويه تاع الجلوكوز وخلطت معاه اللوز وبديت نحط بالوحده هكذا من الفوق. الى يعني عتبكم شويه داك الجلوكوز اشاك فوا تقدروا تعاونوا يديكم شيفونه تكون شامخه هكذا، تقدروا ترفدوا حبه لوز الاز. من بعد زينت شويه بلا فايدة من الفوق يعني كلمسه اخيره، ودرتهم كامل في لي كيسات. كما راكم تشوفوا الشكل تاعهم جا ما شاء الله راقي وجاو بزاف شابين، والبنه ما نحكي لكمش، والقرمشه اكثر من رائعه. يعني غير ديروا الحبه في فمكم راح تحسوا بهذيك القرمشه. واكثر حاجه مهمه انه راح تقعد عكس لافيتين كي ديروها في البنيون راح تعطيكم قرمشه، بصح هذاك النهار برك غد من داك تعاود تولي طريه ويعني تولي ما عندها حتى معنى في الوصفه. دونك من المستحسن انكم ديروا حاجه تكون القرمشه تاعها دائمه، او تقدروا يعني تستغنوا نهائيا على القرمشه هذيك وديروا فقط يعني مكونات عادي ويجيكم طري وبنين والله الله عليه. دونك في نهايه هذه الوصفه ما بقى لي غير نقول لكم ما تنسوش ديروا لي جيم، ما تنسوش ثاني تبارطاجيو لا فيديو مع لي زامي تاعكم. بقاو على خير في فيديوهات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.